السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلام إن شاء الله. في البداية ما تنساش الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لو كنت أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. هنتعرف على آخر أخبار نادي الهلال السعودي والصفقات الجديدة لنادي الهلال السعودي. نادي الهلال السعودي يعلن عن إعارة اللاعب ماتيوس بيريرا، ونادي الهلال السعودي يرفض إعارة اللاعب مسعود عبد الحميد لنادي كليرمون الفرنسي. والهلال السعودي يتعاقد مع اللاعب مالكوم البرازيلي مقابل 60 مليون يورو. نادي فولهام الإنجليزي يوافق على عرض نادي الهلال السعودي لانتقال اللاعب متروفيتش. وآخر خبر معنا وهو صفقة انتقال اللاعب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، حيث قدم نادي الهلال السعودي عرضا خياليا بقيمة 335 مليون دولار لضم اللاعب باريس سان جيرمان. ونادي باريس سان جيرمان وافق على العرض وطلب من إدارة نادي الهلال السعودي التحدث والتفاوض مباشرة مع كيليان إمبابي.